لو انت مودريتور او صاحب بيزنس هتعين حد مودريتور، لازم الاربع صفات دول يكونوا موجودين في المودريتور. رقم واحد، ما ينفعش ان انت تبقي عصبيه او تبقى عصبي وبتتعامل مع الكلاينت اللي قدامك كانه بيكلمك انت في الشخصيه بتاعتك. انت من الاخر بتتكلم عن برودكت وبراند بتمثله، هو ملوش دعوه بالشخصيه بتاعتك او اي حاجه انت بتقدمها. رقم اتنين، لازم تفتكر ان الشات كتير قوي قوي بيبان فيه ان الطريقه اجريسيف اكتر من الفون كولز. كتير قوي اتنين يبقوا متصاحبين او يكونوا مخطوبين او يكلموا مع بعض في الشات، تلاقي المشكله كبرت كبرت كبرت، بس وانس ان انت تبدا ان انت تتكلموا كول هتلاقي الدنيا هديت. فدايما افهم ان الشات بيبين شويه ان انت ستريسد متعصب، طريقتك ممكن ما تبانش فيه احسن حاجه حتى لو انت كول وهادي. ثالث حاجه، لازم تعتمد ان انت بترفلكت البراند ده، بتتكلم بطريقه البراند ده، فان انت بتعمله بيمثل البيزنس ده. رابع حاجه، ان انت ما ينفعش ابدا ان انت تبقى ترد وخلاص، تعتبر ان دي شغلانه هتاخد فيها اخر الشهر فلوس. انت لازم تكون حريص جدا ان انت تفهم الكلاينت كل حاجه، تبقى تو واي في كوميونيكيشن. ما ينفعش ان انت تبقى روبوت ترمي الكلمه وترد عليه اسطمبه 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 وهكذا. لازم تحسسه ان انت بني ادم بترد عليه، وتبقى حريص ان انت تعرف تقفل معاه الديل، ولو ما اخدش البرودكت ده ياخد منك البرودكتس الثانيه. اخر حاجه واهم حاجه، ما ينفعش ان انت كمودريتور تبقى خلاص فهمت ازاي ترد على البيج وطريقه الردود، فانت كده خلاص بقيت اكسبرت في الموضوع. انت لازم تذاكر البيزكس بتاعت السيلز، لازم تذاكر البيزكس بتاعت الماركتنج، لانك حلقه الوصل ما بين الماركتنج والسيلز. لازم تعرف ازاي تبيع البرودكت وكمان تتعلم ازاي تسوق له. مستنيين في التبس الجايه.